السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فقرة اليوم من أخبار فريق الرجاء الرياضي. وما تنسوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد أخبار فريق الرجاء الرياضي. نبداو أخبار فريق الرجاء الرياضي لهذا اليوم بأول خبر. رسميا الرجاء يرفع عقوبة المنع من التعاقدات. نجح فريق الرجاء الرياضي في رفع عقوبة المنع من التعاقدات والتي كانت مسلطة على الفريق من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. وأكد محمد بودريقة رئيس فريق الرجاء الرياضي في تدوين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الاتحاد الدولي رفع عقوبة المنع بعد أداء الفريق بمبلغ 1.5 مليار قيمة النزاعات مع اللاعبين والأندية. وبهذا سيتمكن الرجاء الرياضي من قيد لاعبين الجدد والذي تعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي الحالي. مهاجم نيجيري يحط رحاله بالمغرب تأهبا لتوقيعه في صفوف الرجاء الرياضي. حط المهاجم النيجيري أوبيوما رحاله بالمغرب صباحية اليوم الخميس تأهبا لإتمام صفقة انتقاله لنادي الرجاء الرياضي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكان قد تلقى أوبيوما دعوة خاصة من فريق الرجاء الرياضي للقدوم إلى المغرب قصد إتمام تفاصيل مفاوضاته مع الرجاء بعدما توصل طرفا لاتفاق مبدئي للانتقال إلى صفوف النسور الخضر. ومن المرتقب أن تعقد جلسة بين أوبيوما وإدارة النسور الخضر بقيادة الرئيس محمد بودريقة مساء اليوم الخميس من أجل مناقشة بنود عقد انتقال اللاعب لصفوف الرجاء واجتياز الفحص الطبي في حال ما يتوصل الاتفاق النهائي. وكان قد توج المهاجم أوبيوما بلقب الهداف الدوري النيجيري برصيد 14 هدفا، وكان محط أنظار العديد من الأندية داخل القارة السمراء أبرزها الزمالك المصري والترجي التونسي. محمود بن تيك يودع جماهير ومكونات الرجاء الرياضي. وجه محمود بن تيك لاعب فريق الرجاء الرياضي سابقا رسالة وداع لجميع مكونات وجماهير النادي الأخضر، وذلك قبل تغيير وجهته المستقبلية خلال الميركاتو الصيفي الجاري. نشر اللاعب محمود بن تيك رسالة وداعه الأخيرة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام معبرا عن حبه الكبير للفريق وكذلك عن افتخاره بالدفاع عن قميص الرجاء. وقال بنتيك في رسالته: أريد أن أستغل الفرصة من أجل التعبير عن امتناني الكبير تجاه جميع مكونات نادي الرجاء الرياضي من أطر وتقنيين وعمل كذلك والجماهير العزيزة. وتابع رسالته: اليوم سأخوض تجربة جديدة في مسيرتي الكروية، لكنني سأحتفظ بذكريات جميلة ولحظات لن تنسى رفقة زملائي داخل القلعة الخضراء، وسأظل دائما فخور بتجربتي في صفوف الرجاء. واختتم بنتيك رسالته قائلا: سأظل وفيا لجميع اللحظات التي عشتها وسط إخواني وعائلتي الخضراء، وسأبقى وفيا لفريق كبير اسمه الرجاء الرياضي. شكرا لكم من القلب. صفقة أيمن حسين تفرض على الرجاء تسريح أحد الأجانب. ارتفع عدد اللاعبين الأجانب في الرجاء إلى 6 لاعبين بعد التعاقد الرسمي مع المحترف العراقي أيمن حسين الذي تم تقديمه اليوم الخميس. وبات المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي مطلبا بالتخلص من بعض اللاعبين الأجانب، علما بأن الرجاء كان قد فسخ عقد اللاعب عمرو وردة بعد أن طلب الأخير بالرحيل. ويضم فريق الرجاء الرياضي في قائمته الغابوني أكسل مايي والجزائري يسري بوزوق والجنوب الإفريقي دومينغو والطوغولي روجير أهولو والغيني كامارا الذي يسمح له سنه بالانتماء للفريق الأمل، لكنه بات لاعبا أساسيا مع الكبار. وسيكون الرجاء مطلبا بالتخلص من لاعب على الأقل بعد ضم العراقي أيمن حسين، حيث يبقى الأقرب هو اللاعب أكسل مايي، رغم أن الجانب المالي الذي يهم مستحقاته يعقد الانفصال عنه. بسبب عدم توصله بمستحقاته، مجاهد يحصل على حكم جميع بفسخ عقده مع الرجاء من طرف واحد. حصل حمزة مجاهد لاعب فريق الرجاء الرياضي على حكم صالحي من طرف لجنة النزاعات تابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بفسخ عقده مع النادي من طرف واحد بعد الشكاية التي تقدم بها على عدم توصله بمستحقاته المالية العالقة. وعلمت سبورت تايم أن مجاهد لجأ قبل أسابيع لجنة النزاعات لفسخ عقده للسبب المذكور على غير اللاعبين الذي قاموا بالخطوة ذاتها ليتوصلوا بمستحقاتهم ليحصلوا على حكم صالحي بالانفصال عن النادي. جدير بالذكر أن الرجاء فسخ عقد اللاعب المصري عمرو وردة بالتراضي بسبب عدم رغبة الآخر بالاستمرار مع الفريق، معللا رغبته بالرحيل بظروف نفسية. جوزيف زيمباور يتخذ قرارا جديدا قبل مواجهة يوسفية برشيد.
قرر الألماني جوزيف زيمبور مدرب فريق الرجاء الرياضي وضع برنامج تدريبي خاص تحضيرا لأول مباراة له خلال منافسة البطولة الاحترافية في موسمها الجديد. وقام جوزيف زيمبور ببرمجة حصتين تدريبيتين في اليوم الواحد، الأولى في الصباح ابتداء من الساعة 8:30 والحصة الثانية على الساعة 5 مساء. واتخذ جوزيف زيمبور هذه الخطوة من أجل الرفع من منسوب اللياقة البدنية لدى اللاعبين وتجهيزهم بشكل تام للدخول في منافسة البطولة الوطنية. وسيواصل لاعبو الفريق الأخضر تدريبهم إلى غاية اليوم السبت في مدينة المحمدية استعدادا لمباراة سفيد برشيد لحساب الجولة الأولى. وسيلتقي فريق الرجاء الرياضي مستضيفي سفيد برشيد اليوم الأحد المقبل ابتداء من الساعة 7:15 مساء على أرضية الملعب البلدي بمدينة برشيد. مع ظهور جماهير الرجاء، سانتيتيان الفرنسي يعلن تعاقدي مع محمود بنتايك. أعلن نادي سانتيتيان الفرنسي اليوم الخميس تعاقدي مع الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك في الانتقالات الصيفية الحالية. وشارك سانتيتيان صورة تقديم بنتايك مع الفريق إلى جانب بيان رسمي على موقع صفحته بمنصة التواصل الاجتماعي يبلغ فيه متابعيه بضم اللاعب المغربي وتوقيعه على عقد يمتد إلى صيف 2026. وشارك سانتيتيان مقطع فيديو يظهر بنتايك وهو يتابع جماهير الرجاء في مركب محمد الخامس متحدثا عن شغفهم الشديد ودعمهم الكبير قبل أن يعلن انضمامه للفريق الأخضر الفرنسي. وانتقل محمود بنتايك إلى سانتيتيان بعد التفعيل الأخير لبند كسر العقد عبر تسديد الشرط الجزائي بعد موسم واحد فقط قاده اللاعب مع الرجاء.